إذا شئت تستورد معارك وهمية من خارج المغرب وتقحمها في السجال السياسي المغربي. كان ذلك بارزا في مظاهرة شعبية نظمتها جهات مجهولة لم يتبنها أحد، وهي مظاهرة تسمى في العربية بالمظاهرة اللقيط، أي التي ليس لها أب ولا أم، وحيث أنه ليست هنالك جهة تبنتها هذه المظاهرة، وهي مظاهرة قيل بأنها كانت لتظاهر ضد الإرهاب، فإذا بهم وجدوا أنفسهم في الدار البيضاء وهم يرفعون الشعارات لا لأخوانة المجتمع، وتطلب من عبد الله بن كيران بأن يرحل. وهذا ربما بعد ذلك كانت له نتائج عكسية، حتى في بعض الصحف المغربية كانت هناك إشارة إلى هذه المعارك، معارك إيديولوجية بين الإسلاميين وخصومهم، وهذه في المغرب غير موجودة على الرغم من الخلافات الفكرية والمراجع الفكرية، إلا أن المغاربة عموما اتسموا بالوسطية والاعتدال في مختلف توجهاتهم. حتى زعيم الحزب الاشتراكي، حزب اتحاد اشتراك القوى الشعبية السابق، أي كتب العام السابق، محمد اليازغي، وزرته في بيته وكان إلى جانبه الصلاة وكتاب القرآن. وكثير من هؤلاء من اليسار المحسوب على الشيوعيين هم حلفاء في هذه الحكومة، وأنا أشير هنا إلى حزب التقدم الاشتراكي نبيل بن عبد الله، وهو حزب شيوعي سابقا. النقطة بعد قليل. الأستاذ محمد عادل أستسمحك انضموا إلينا أعزائي المشاهدين الأستاذ يوسف بوستة قيادي في حزب الطليعة الديمقراطي مباشرة.